بتبدأ الحكاية مع واحدة قررت تعمل أكتر حركة مجنونة في العالم، وهي إنها تدخل مصحة نفسية على أساس إنها مريضة وبتعاني من مشاكل نفسية، والشخص اللي كان معاها بيعرفها إن اللي هي بتعمله ده خطر على حياتها، ولو حد شم خبر باللي بيحصل ده هتتحبس مدى الحياة ومش هتشوف نور الشمس تاني. ولأن مش المفروض أي حد يدخل هنا كده، كان لازم فريق المصحة يراجعوا أوراقها ويتأكدوا إن عيلتها موافقين على دخولها المكان ده، عشان بنسبة كبيرة للأسف مش هينفع تطلع مهما حصل. لكن وهم بيراجعوا الأوراق لاحظوا شيء غريب جدا في التقارير الطبية بتاعتها، وهي إنها عندها نسبة عالية قوي من الذكاء في دماغها. ومش بس كده، ده كمان عرفوا إنها قبل ما تيجي هنا كانت بتتعالج عند دكتور نفسي، وهو اللي اقترح إنها لازم تتعالج في المصحة دي لأنها خطر على حياة جوزها. وعلشان نفهم الحكاية كان لازم الدكتور أولمو يستضيفها في المكتب بتاعه بعد طبعا ما شك فيها، وبصراحة كان عايز يعرف إزاي ست بالجمال ده تحاول تسم جوزها لأكتر من 3 مرات. حاولت طبعا تخدعه وتفهمه ان كل الكلام ده ما حصلش وانها مش متعمده تقتله، وقلبت الترابيزه على جوزها وقالت هو عايز يدخلها المصحه علشان يستولى على كل فلوسها، خصوصا يعني ان الراجل ده مش مسؤول وبيلعب قمار طول الوقت ومش داري بالدنيا كلها. لكن الدكتور برضه لسه مش مديها الامان، خصوصا لما عرف ان معاها شهاده معتمده في العلوم الكيميائيه، وده يخليها ببساطه تقدر تصنع اي سم ومفعوله ما يظهرش في جسم الضحيه. وبعدها الست بتقع بلسانها وبتغلط وبتقول انها كانت شغاله محققه قبل ما تجيلهم المصحه. وهنا طبعا الدكتور اولما حس ان الست دي مخبيه حاجه، فقرر يضغط عليها شويه علشان يتاكد انها جايه هنا عشان تتعالج وبس ومش حاجه تانية. وبعدها تدخل مونتينيوس البنت المسؤولة عن الحالات اللي في المصحة، وبتاخد بطارتنا ليسا علشان تظبط لها المكان اللي هتعيش فيه وتخلص لها كل الأوراق والإجراءات. وكان لازم مونتينيس تاخد منها كل المقتنيات اللي معاها وتسيبها في الأمانات عشان تضمن إن ما يكونش معاها آلة حادة وتعمل في نفسها حاجة كده ولا كده. لكن إليسا بتصمم إنها تاخد كتاب واحد بس، وبتقول إنه مهم جدا بالنسبة ليها وعايزة تتسلى بيه طول الفترة اللي هتكون موجودة فيها هنا. بس الحقيقة ده ما حصلش خالص، وإليسا بعد ما بتتأكد إن مفيش حد شافها خالص بدأت تطلع حاجات غريبة من الكتاب اللي معاها، وورقة مكتوب فيه أسرار الجريمة الأخيرة اللي حصلت في المدينة، وبيبقى الشخص اللي مات ابن الدكتور النفسي اللي كان بيعالجها، وهي جاية هنا مخصوص عشان تكشف مين القاتل اللي عمل فيه كده، وبتمثل إنها مجنونة ومريضة علشان يقدروا يدخلوها. والحكاية هنا مش بتطمن خالص، لان لما بنرجع بالزمن شويه بنشوف بالظبط اللي حصل يوم الحادثه، وكان ساعتها في حريقه كبيره قوي وكل الناس بتحاول انها تنقذ حياتها وهم اساسا مش عارفين مين اللي عمل كده. وكمان في وسط الزحمه دي حسوا ان ابن دكتور المستشفى مش موجود معاهم، وده معناه ان حياته في خطر وكان لازم يدوروا عليه ويلحقوه في اسرع وقت. وللاسف اول ما بيفتحوا الاوضه بيلاقوه عباره عن جثه، وده اكيد معناه ان اللي قتله حد من الناس اللي شغالين في المصحة. ولازم تركز يا صديقي لان دي نفس المصحة اللي اليسا موجودة فيها دلوقتي. تبدأ تتعرف على المرضى الموجودين هناك علشان تحدد مين القاتل، واول واحد بيقابلها بيكون ناسيو، ده مغرور في نفسه حبتين ومفهمهم ان سلطته عالية جدا في المصحة هنا ويقدر بكل سهولة يدخل اي حاجة هو عايزها حتى لو ممنوعة. وبتتخض مرة واحدة وبتترعب لما بيجي من تحتها قزم صغير مش عارف هو طلع منين. بيبقى ناسيو مش عاجبه اللي بيحصل ده وبيفضل يزعم على القزم ده لانه ظهر فجأة من غير ما حتى ما يستأذن. وهنا بنشوف القزم بيتحامى في راجل تاني غريب كده ومش مفهوم لدرجة ان هم مسمينه الراجل الفيل، يعني حاجة ما خبيش عليك يا صديقي، اخر عشوائية. كل واحد هنا ليه عالم في دماغه عايش فيه مع نفسه وكلهم مجانين فعلا ما عدا شخص واحد بس اكيد احنا كلنا عارفينه. وبتبدأ اليسا تخدع ناسيو وتوقعه في كل الكلام علشان يحكي لها كل تفاصيل عن المصحة هنا، وبيعرفها ان مدير المصحة عمل ليهم تعديلات جديدة وشال كل الشبابيك اللي كانت محطوطة واداهم حرية اكتر يتحركوا من غير حراسة. وبيعرفها ان مش ده اللي كان بيحصل معاهم زمان، دول كانوا حرفيا عايشين في جحيم. واليسا بيلفت انتباهها اخين توأم، واحد اسمه روميو والتاني اسمه رومولو، وبيقول لها ناسيو ان دول اتولدوا في عالم المصحة لان ابوهم كان مريض نفسي وبيتعالج هنا، ولو خرجوا للحياة بره مستحيل يقدروا يتعاملوا مع الناس كده عادي. وبيني وبينكم العالم ده احسن ليهم لان الناس اللي بره ما يعرفوش معنى الرحمة، وده حرفيا بنشوفه لما بنرجع بالزمن مرة تانية علشان نتابع الجريمة اللي حصلت. وبنشوف فريق من البحث الجنائي وهم بيحققوا في موت دانيان ابن الدكتور النفسي، وكانوا مستبعدين خالص فكرة ان هو اللي يكون عمل في نفسه كده، ده لان ببساطة ابوه دكتور نفسي فمستحيل يبقى بيعاني من مشاكل او اضطرابات وكده يعني. وبيتأكدوا من شكوكهم لما بيلاقوا سلاح الجريمة تحت
تحت السرير بتاعه، وبيكون عبارة عن حتة إزازة واضحة جدا إن في حد طعنه بيها، لكن هم مش عارفين هويته لغاية دلوقتي، وبيبقى مستنيين التقرير الطبي اللي هتطلع من زميلتهم الدكتورة لويس بعد ما تيجي وتعاين الحالة بنفسها. وقبل ما يمشوا الممرضة بتوريهم حاجة مهمة جدا ممكن تساعدهم في القضية، وبيلاقوا إزاز الشباك مكسور، وحرفيا ده نفس الإزاز اللي لقوه تحت السرير بتاعه غرقان دم. مش بس كده يا صديقي، هو ليه اصلا مدير المستشفى الجديده اللي فيها اليسا دلوقتي شال كل الشبابيك وساب لهم الحريه كده يعني. وفريق البحث الجنائي بيربط الاحداث ببعضها ويحددوا ان علشان دانيان يموت بالطريقه دي ده معناه ان معاهم حد هنا فاهم كويس قوي ومش مجنون ولا حاجه، وقدر يوصل للاوضه بتاعته طبعا، وده لانها تعتبر اخر اوضه، واكيد عدى على اوض تانية كتير قبل ما يوصل. بيبداوا يحققوا مع كل المشتبه فيهم، ومن ضمنهم ناسيو اللي اتعرفنا عليه قبل كده وكانوا شاكين فيه، وده بعد ما لقوا على ايده كميه كبيره من الدم، فبيعرفهم ان هو بريء وانه ما عملش اي حاجه خالص يوم الحادثه، وهو كان عايز يساعد دانيان ويفوقه بعد ما لقاه واقع على الارض وغرقان في دمه. وبتأكد على الكلام مسؤولة المستشفى اللي بتعرفهم ان ناسيو عنده حالة هستيرية بتجيله اول ما بيشوف المطر. مستحيل هو اللي يكون عامل كده، لان يوم الحادثة المطر كان مغرق المكان باللي فيه، ولو هو كان عايز يقتله مستحيل كان يقدر ويعرف يفكر كويس كده، اكيد كان زمانه انهار عصبيا من التوتر. وبدأوا انهم يشكوا في الشخص التاني وهو القزم، لان ما كانش موجود في الفترة اللي كان بيتعمل فيها التحقيق ده، ممكن علشان خايف من حاجة او مش قادر يواجههم ليه لا يعني. وبعد ما خلاص كانوا هيقربوا من اكتشاف القاتل اللي عمل كده، مدير المصحة صامويل بيجتمع مع المحققة ويطلب منها يبصوا للموضوع بصورة تانية شوية. هم هيستفادوا ايه لو عرفوا مين القاتل؟ اكيد هيبقى واحد من المختلين اللي موجودين في المصحة، والقانون رافض يعاقب حد في الحالة دي، هيبقى الموضوع بس روتيني علشان يقفلوا القضية. بس من الناحية التانية سمعة المصحة اللي تحت إدارته هتكون في النازل خالص، فبيحاول صامويل يرشي المحقق علشان يسجلوا القضية إنها عملية انتحار عشان محدش يدور وراهم ويعرفوا الحقيقة. بنرجع بقى من الفلاش باك للعالم بتاعنا دلوقتي، وبتكون في خناقة كبيرة قوي في المصحة بين رومولو والراجل الفيل، وده بعد ما عاكس بنت موجودة معاهم. رومولو بيحبها وبيغير عليها جدا من الهوا الطاير، عشان كده بيحاول يحميها. وبعدها اليسا بيعرفوها ان لازم تقابل الدكتور سيزر في اسرع وقت، لكن وهي في الطريق بتلاحظ ان في حد واحد بس من الشغالين في المصحة داخل الحمام ومخبي حاجات في الهدوم بتاعته وشكله ما يطمنش خالص. وبيكون دكتور سيزر عايز يعمل مقابلة مع اليسا علشان يتأكد انها لسه مريضة ومحتاجة العلاج، والا مش هيكون لها وجود هنا في المصحة معاهم. وقدرت تخدعه بذكاء شديد وتمثل انها مريضة، بس هو بقى كان باين عليه انه بيحبها جدا، وده كان ظاهر عليه تاني يوم لما حاول يتكلم ويقرب منها اكتر واكتر، وغصب عنه بيوقع عليها المية من غير ما ياخد باله. وهنا تستأذن وبتقول له انها لازم تروح الحمام عشان تنظف هدومها، لكن دي حركة ذكية جدا هي اللي قصده تعملها. وبنت اللعيبة قدرت انها تسرب المية اللي في قاعدة الحمام وغرقت المكان باللي فيه. وده ليه بقى؟ لانها عايزة الأوضة اللي جنب الحمام على طول. فعلا قدرت تخدع الموظف اللي شغال فيها علشان يطلع منها وهي تدخل مكانه. وبتبقى دي يا صديقي أوضة بتسجل فيها كل الحالات والمعلومات، وممنوع أي شخص من البشر يدخل غير اللي شغالين في المكان، ومش أي حد كمان. وإليسا كانت قصدها تدخل المكان ده علشان تعرف الناس اللي كان مسموح ليهم بالخروج يوم الحادثة اللي مات فيها دانيان. وبتلاحظ إن أول اسم هو ناسيو. ساعتها كان لازم تروح وتسأله لعل وعسى يكون هو اللي في دماغها، لكن بيقول لها إنه طلع من أوضته في اليوم ده علشان كان رايح زيارة لأخته، ومش هو اللي عمل الجريمة دي. بتبقى في الأول إليسا شاكة فيه ومش مطمنة له خالص، لحد ما بتشوفه وقع على الأرض وبيترعش بسبب المطر اللي نزل فجأة في المكان، وده بنسبة كبيرة بيبعد الشكوك عنه، لأن يوم الحادثة كان فيه مطر وهو صعب يعرف يتعامل لوحده وينفذ الجريمة. ولما بيفوق بتكون إليسا قاعدة معاه وبتعتذر له عشان هي ظلمته، وتقرر هنا تقول له الحقيقة وإنها محققة وجاية هنا تحقق في قضية القتل، وطلبت مساعدته عشان يجيبوا حق الواد الغلبان اللي مات ده. وبتقول له إنها لقت رسالة اعتراف من القاتل مكتوب فيها
ان اللي هو اللي نفذ الجريمه، وحرفيا كانوا هيتجننوا. مستحيل حد عاقل يعمل كده ويعترف على نفسه، اكيد الشخص ده عنده اضطراب في الشخصيه. كان لازم ساعتها اليسا تروح بنفسها تدور في الغابه، لان بيقولوا ان الشخص القزم اللي معاهم مختفي بقاله فتره، وده بيثبت التهمه عليه اكتر واكتر. فكانت لازم تدور عليه، وساعتها بيجي لها رومولو بيطلب منها تيجي معاه، وبيوري لها المخبأ السري اللي عملوه هو واخوه عشان يحموا البنت من الناس المريضه اللي هنا. وكمان بيبقى رومولو مش عايزه تمشي من المستشفى، وكان متعلق بيها جدا، وواضح انه علشان ما شافش امه فمفتقد الحنيه دي، وبيدور عليها في كل حته وفي اي بنت يشوفها. فجأة بتسمع صوت غريب جدا في الغابة، فبتحاول تدور على مصدر الصوت ده في كل حتة، وبيجي من وراها الشخص القزم ده بيبدأ يهجم عليها ويضربها في كل مكان في جسمها. بتفوق المسكينة بتلاقي نفسها موجودة في المستشفى الخاصة بالمصحة، وكمان متهمينها بقتل القزم، وطبعا ما بتكونش فاكرة أي حاجة من اللي حصل فيها، يا دوبك فاكرة القزم وهو بيهجم عليها. ساعتها لما لقيت نفسها هتروح في 60 داهية، وقررت تبلغ مدير المستشفى الحالي صامويل بسبب اللي كانت جاية علشانه هنا. والمسكينة فاكرة ان الدكتور النفسي بتاعها مظبط الموضوع معاها ومتفقين سوا فعلا، لكن صامويل بيكذبها وبيقول ان اول مرة يسمع منها الكلام ده، وحرفيا يعني يا صديقي يعتبر بحة علشان القضية ما تتفتحش تاني، وسمعة المصحة ما تتأثرش بما انها تحت ادارته. وشكل كده اللعبة اللي عملتها اليسا اتعملت عليها وخلاص، وهتتدبس وتفضل طول عمرها هنا محبوسة في المصحة هنا. وطبعا هنا حاولت انها تتصل بالدكتور بتاعها وتفكروا بالاتفاق، لكن للاسف ما كانش بيرد عليها، فحاولت انها تهرب من المكان ده بسرعه. بس صامويل طلب من اللي في المستشفى يمسكوها علشان ما تتحركش وتعمل لهم فضيحه. وبتفوق بعد ما خلاص فقدت اعصابها، بتلاقي نفسها موجوده على سرير ومش قادره تتحرك. وبعدها مونتانيوس بتيجي علشان تطمن على حالتها وتعرفها انها لازم تلتزم بالقوانين علشان مدير المستشفى صامويل مش هيسيبها في حالها. فبتقول اليسا لمونتانيوس انها طيبه جدا وما بتحبش الظلم، هي بس عايزه تساعدها في انهم يثبتوا ان دانيال مات مقتول، مش زي ما الشرطة قفلت القضية، عايزين يجيبوا حقه يعني. وبتقترح عليها مونتانيوس انها ممكن لما تتعرض على لجنة طبية في المستشفى تثبت لهم انها عاقلة وجاية تنفذ مهمتها وتحقق في القضية، ويبقى ليها فرصة احسن في المساعدة، وانهم يطلعوها من هنا. فعلا اليسا لما بتقعد قدام اللجنة المختصة تفضل توجه اتهامات لصامويل وتقول انه شخص ظالم وعايز يضيع حق الراجل الغلبان اللي مات، وانه كان متفق معاها تيجي وتحقق في القضية، لكن فجأة انكر كل الكلام ده وتخلى عنها. وساعتها كان لازم نرجع للماضي شوية، بالتحديد يعني من 3 أو 4 سنين كده. بنشوف اليسا لما كانت الحياة حلوة معاها وبترقص مع جوزها ومستمتعين جدا، ويبقى جوزها صاحب دكتور مشهور قوي في المدينة اسمه موسى، وده هو الدكتور النفسي اللي اليسا اتعاملت معاه بعد كده. وبالمناسبة ابنه دانيان هو اللي مات، والدكتور موسى بنفسه وهو اللي اتفق معاها تدخل المصحة، وكمان اداها الرسالة اللي لقاها جنب جثة ابنه اللي كان مكتوب فيها اعتراف من القاتل. وقدرت بذكائها تعرف ان الرسالة دي كانت مبعوثة من مدينة قريبة جدا من المصحة، وده معناه انها لو قدرت تدخل وتشوف حركات تسجيلات للمرضى ومين داخل ومين خارج بكل سهولة تقدر تحل لغز القضية ونرتاح من العذاب ده بقى. ولما بنرجع للحاضر بتقول اليسا للجنة اللي بيحققوا معاها ان صامويل مدير المستشفى بتاعها عارف كل حاجة، ودكتور موسى كان متفق معاه، وطالما انكر كده يبقى هو قاصد ان القضية دي ما تفتحش تاني. ولما بييجوا يتأكدوا من صحة كلامها سألوها هي ازاي جت هنا، خصوصا ان جوزها موافق على دخولها، معنى كده انها مريضة. فطبعا هنا كذبتهم كلهم وقالت لهم ان هي حطت لجوزها ورقة يمضي عليها وهو مش واخد باله عشان تثبت كل حاجة وتقدر تدخل مصحة بشكل قانوني. بعدها صامويل كان جحودي جدا، كان اكبر مما نتخيل يا جماعة، لدرجة انه كان عايز يكتم صوت اليسا باي طريقة ويلبسها قضية قتل القزم. يعني بصراحة حاجة محدش يقدر يستحملها. وطبعا معظم الدكاترة ما كانوش مصدقينه، بس سلطته اعلى منهم طبعا فمش عارفين يتكلموا. وهو كمان بيأكد صحة كلامه وبيقول انها حاولت تسمم جوزها اكتر من مرة وحاطت له سم في العصير، لكنها كانت ذكية وعارفة كويس قوي ان دي جريمة، علشان كده استغلت ذكائها بالكيمياء وخلت مفعول السم يا دوبك يأثر عليه. فعلا بعد ما السم في المرحلة الأولى تمكن من جسمه وقع على الأرض وفقد الوعي، والموضوع ده اتكرر معاه أكتر من مرة. وبيقول صامويل للدكاترة في المصحة إنها ذكية وكفاية إنها قدرت تخدعهم وتمثل إنها مجنونة، أكيد هي اللي قتلت القزم. وبيقول صامويل إن جوزها كان شاكك في تصرفاتها وإنها عايزة تأذيه لما شافها في يوم من الأيام بتغني وبترقص ومش حاسة خالص بالألم اللي هو حاسس بيه في جسمه، وده سبب كافي جدا إنهم يصنفوها مريضة نفسية.
المهم ان صامويل بالعافيه عايز يقنع الدكاتره انه على حق وان اليسا فعلا مريضه مش محققه زي ما هي بتقول، وقرروا هنا يطلبوا فريق الشرطة علشان يقبضوا على البنت دي ويحبسوها مدى الحياة. بس ساعتها تدخل واحدة من التمريض وبتعرفهم ان ناسيو راسه ألف سيف يقابل المدير صامويل علشان عنده حاجات تهمه في قضية قتل القزم، وده بيكون دليل براءة وطوق النجاة لإليسا لأنه بيقول إنها بريئة وإنه شاف بنفسه القزم وهو بيعتدي عليها في الغابة، ولما كان بيحاول يهرب فقد توازنه مرة واحدة ووقع وبعدها مات. وبتفضل إليسا تزعق بصوت عالي وتطلب إنها تقابل الدكتور النفسي موسى وهتثبت لهم إن كان ما بينهم اتفاق هما التلاتة وكان حاضر الاتفاق صامويل. لكن كل ده بيتغير لما بيجي لها شخص كده غريب حبتين تلاتة وبيقول لها إن هو الدكتور موسى. حرفيا هنا إليسا بتتصدم لأنها أول مرة تشوفه ومش ده اللي اتفق معاها قبل كده. بدأت إنها تتجنن بقى بحق وحقيقي، عشان كده صامويل طلب لها موظفين الأمن علشان يحجزوها في عنبر الرحلات الخاصة، وبدأوا إنهم يعرضوها لجلسات كهرباء علشان تفقد أعصابها وتستسلم تماما للموضوع بدل ما تفضح الحقيقة كلها. المسكينة تفتكر شوية حاجات من الماضي، والغريب فيها إن جوزها تقريبا كان عارف هو بيمضي على ورقة دخولها المصحة مش مخدوع فيها أو ورقة بالغلط، لا ده كان عارف كويس قوي. وإليسا عرفت كويس قوي إن منتونيوس والدكتور سيزر قلبهم طيب وعايزين يساعدوها، فبتعترف لهم إنها بريئة وبتقول لهم لو عايزين يتأكدوا من كلامها ممكن يراجعوا حساب البنك بتاعها. الخاين جابها هنا علشان يستولى على كل الفلوس، ولما سيزر كان بيبلغ الشرطة وبيعمل التحريات بتاعته كانت مونتونيوس في الوقت ده في مكتب مدير المصحة صامويل. وهنا لاحظت مصيبة سودة، عملية تحويل بمبلغ مالي كبير قوي دخلت لحساب صامويل. فجأة مرة واحدة طب عليها صامويل وحاول ينكر طبعا الموضوع ده ويثبت لها انها ظلماه وان ده مبلغ اخده من جزء اليسا كتبرع يعني للمصحة والعمل الخير مش اكتر. وبتكون اليسا في الوقت ده بتجهز خطة الهروب مع المرضى اللي في المستشفى واللي خلاص كونت معاهم علاقات صداقة وحرفيا يتمنوا يخدموها. وبالليل بقى بتكون خطة الهروب ان اليسا تولع في المكان كله وان نيسو يساعدها عن طريق انه يفتح المية على ايده بحيث يعني تجيله حالة الهستيريا اللي بتحصل له. وفعلا الخطة نجحت، واحد من الطاقم الطبي جاله عشان يساعده لكن كله ضمن الخطة، وناسيو بدأ يفتح الابواب لكل المرضى في نفس الوقت علشان يشتتوهم ويداروا عنهم اليسا وحركاتها ما تبانش في الكاميرات خالص. وساعتها حصلت مصيبة تانية وناسيو لقى رامولو واقع غرقان في دمه وميت بنفس طريقة دانيان، وده معناه ان في حد مستقصدهم بقى. وبتقدر اليسا تتنكر وتفتح بوابة الخروج لمحققة البحث الجنائي اللي جاية تحقق في الحريقة اللي حصلت دي. واليسا بتستغل ان البوابة مفتوحة وبتهرب، لكنها عرفت ان الهروب ملوش اي لازمة وكده لسه محلتش القضية، فقررت انها ترجع وتربط الست دي باي حاجة وتاخد هدومها. فين وفين بقى على ما صامويل واللي معاها عرفوا اللي حصل كانت اليسا خلاص حلت سر القضية، لانها لما حللت جثة رومولو لاحظت ان في اثر كسر كبير جدا موجود في صدره، وده معناه ان في حد ضخم جدا هجم عليه. واضخم واحد هنا معاهم يعتبر الراجل الفيل اللي شفناه قبل كده. وعشان نعرف هو ليه عمل كده هقول لك يا صديقي، علشان رومولو كان بيلعب وبيدافع عن اليسا في الغابة وضرب القزم، والقزم ده اعز اصدقاء الفيل فكان لازم ينتقم منه. وفعلا لما بيوصلوا للراجل الفيل بيلاقوا اثر الدم موجود على ايديه وبيقبضوا عليه وبيلبسوه القضية، وكده عرفنا مين اللي قتل رومولو. يا مسهل بقى في الباقيين. والحساب الخاص بإليسا تقريبا اتسحب منه كل الفلوس وبدأوا يدولها فرصة تثبت براءتها، وده الصراحة ما كانش عاجب صامويل اللي كان رافض يديلهم قرار انها تطلع من المصحة لانه عارف انها لو مشت من هنا هتعمل له فضيحة كبيرة قوي. مونتانيوس قررت المرة دي ما تسكتش بقى وبتعرف صامويل ان الهيئة الطبية مش هتسكت عن الظلم اللي هو بيعمله، وانه لو ما سابش اليسا تطلع من المصحة يتحبس ومش هيشوف نور الشمس تاني. وعلى طول تاني يوم بيجي اذن انها تطلع من المصحة علشان يحققوا معاها في الهيئة الطبية. فعلا بتحضر الاجتماع وبيبقى موجود صامويل وباقي دكاترة المستشفى وكله مسموح ليه ان هو يتكلم عشان يعرفوا الحقيقة. وبتقول اليسا انها محققة وانها جت المصحة هنا عشان تشوف شغلها ومش مجنونة ولا اي حاجة زي ما صامويل بيقول. والدكاترة هنا قالوا كلامها صح، وقالوا كمان انها فعلا بريئة ومفيش اي حاجة تثبت انها مريضة. والهيئة الطبية هنا كانوا خلاص هيقرروا بحبس صامويل مدى الحياة
لحد ما بيجي دكتور مشهور قوي في المدينة وبيقول لهم الحكاية لسه ما خلصتش وإنها فعلا مريضة وبتتخيل حاجات ما حصلتش. المفاجأة إن الشخص ده بقى يا صديقي هي فاكراه الدكتور النفسي بتاعها موسى، وهو أساسا مش موجود غير في خيالها. وبنت اللعيبة فضلت تخدعنا طول الفترة اللي فاتت دي، وكلنا صدقنا لدرجة إن حرفيا تعبت من الفيلم ده ورحت للدكتور قال لي لازم تعمل لايك واشتراك للقناة علشان حالتك تتحسن. وبس كده بينتهي فيلمنا، وكان معاكم أحمد سميح، ويلا سلام.